مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد تهامي وقناه تهامي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق، جايين نتكلم عن ستايل نازل بشده وبقوه كده، النيو كلاسيك. الستايل ده في ناس كتير قوي كانت بتطلبه، بس في ناس كتير قوي ما كانتش بتعرف تحقق التوازن ما بينه، والديكوريشن يكون متناسق ما بين المودرن وما بين الكلاسيك بتوازن وترابط معين. الشقه دي ليها طابع خاص وليها مميزات، زي ما انتوا هتشوفوا رابطين ما بين الستايلين كده. الخناقة اللي كانت دايرة ما بين العريس والعروسة ان هي عايز مودرن وهو عايز كلاسيك، فابتدينا نحل الأزمة دي بالنيو كلاسيك. نيو كلاسيك ده بقى يعني تروز بيربط فكرتين مع بعض، ستايلين مع بعض، نموذجين مع بعض. فزي ما انتم شايفين هنا التجاليد، وابتدينا نعالج العمدان، وابتدينا نعالج الستايلز بتاعتنا، وندخل السمارت فرنيتشر في الستايل بتاعنا مع توزيع الديكور، وهتشوفوه بالشكل العام زي ما انتم شايفين. ابتدينا ناخد الطابع المودرن شوية برضو في الغرف والترتيب بتاعها، مع الليد بروفايل، مع التوزيعة، مع الشكل بشكل عام. زي ما انتم شايفين الديكوريشنز والافكار بتاعتها، وترابط الالوان، والتجانس اللي هيظهر بعد كده مع التجميعة، مع الليد بروفايل، مع الحتة دي هيبقى فيها دريسنج، فهتبقوا فيها افكار وهتبقوا شايفين فيها حاجات كتير. بعد الحاجات برضو احنا شلنا البيبان الالمونيا والحاجات دي كلها، وركننا الكلام ده كله، وابتدينا نشتغل بشكل جديد. هنا ده منطقة المطبخ، والمطبخ هنا عملناه ايه بطريقة سيمبل خالص، عشان فيها حاجات HPL وحاجات هتظهر معانا. طرقة ابتدينا نربطها مع السفرة زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل والتناسق الجميل ده. وابتدينا نخش اهو على ربط الديكوريشنز، ونوضح لكم الكلاسيك مع المودرن شوية، مع ترابط شكل العمدان، ونحل المودرن مع العمدان ده بالتجاريد الخشبية والحاجة والأرفف اللي هيبقى عليها الأنتيكس والكلام ده كله، ونخش ونشوف بديل الرخام هنا بشكل لائق، وستايلز يمشي مع كونتراست الأرضيات، مع حبة ليد بروفايل. يعني حبة حاجات هتعجبك، وعظمة في الآخر. متنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك وسبسكرايب.